ما تعاقدت مع اللاعبين اللي الان ان شاء الله شفت تقريبا وقعنا اتفاقيات معاهم، ولا يا طويل العمر دعمنا الفريق بلاعبين ناشئين، ولا جددنا مع المدرب. كل هذه يعني امور ان شاء الله انها بتشوف النور. لا ابو بندر، لاعبين وقعت معاهم اتفاقيات على انهم ينضمون للموسم الجاي، محليين ولا اجانب؟ لا محليين. اتفاقيات مع محليين؟ نعم، في لاعبين ان شاء الله 2 لاعبين محليين ان شاء الله بيكونوا ضمن نادي الرائد السنه القادمه ان شاء الله. طيب بما ان دخلنا في اللاعبين، ابراهيم شراحيلي راجع للنصر مره ثانيه ولا باقي في الرائد؟ يعني انا قلت لك ابراهيم سبق وان تكلمنا في الموضوع هذا. ابراهيم يعني نادي النصر صراحه ما قصروا، اعطونا اللاعب، وكان شرط اداره نادي النصر اننا متى ما احتاجنا اللاعب انه يرجع لنا. هذه كلمه شرف بيننا، طلبوه قالوا على اساس البطوله الاسيويه، وقلنا ما عندنا اي مشكله، وحنا طبعا ندعم جميع الفرق السعوديه بصراحه، طالما الفريق بيشارك خارجيا ما عندنا اي مشكله. فكلمه الشرف اللي بيننا وبين نادي النصر وافقنا. طيب. هل ينتقل ابراهيم ولا ما ينتقل، هذا القرار راجع لابراهيم شراحيلي مو لنا احنا ما عندنا مشكله، اعطيناهم الموافقه. طيب نادي النصر متى طلب اللاعب؟ اعتقد يوم اذا ماني يعني غلطان فهو كان يوم الاثنين الماضي، مو اللي قبل امس، الاسبوع الماضي الظاهر. الاسبوع الماضي؟ اي قبل مباراه الوحده، قبل مباراه الوحده طلبوه، قبل مباراه الشباب. طيب اللاعب كيف ينتقل الان لنادي النصر او يرجع لنادي النصر مره ثانيه؟ هو نظامه عقد ولا؟ لا على فكره يعني ترى ابراهيم شراحيلي لاعب هاوي وليس محترف. اي فمن يعني نسقط احنا والنادي النصر يستجلونه، ما في اي اشكال. بس انتم عليكم انكم تسقطون اللاعب وينضم للنصر دايركت. نسقط اللاعب زي ما جانا، هم النصر اسقطوا اللاعب واحنا سجلناه. طيب بالنسبه لابراهيم شراحيلي متى راح ينضم مثلا، خلينا نقول للنصر، بما انكم انتم اعطيتوا الموافقه؟ والله شوف يعني ابراهيم بيلعب ان شاء الله مباراه بكره. فاذا ابراهيم يعني بيرجع لنادي النصر فهو بيكون يعني من بعد يوم السبت. بعد مباراه الفتح. بعد مباراتنا مع الفتح. طيب بالنسبه للاعبين اللي عندكم ابو بندر، كم لاعب عندكم بالاعاره؟ كم عندنا لاعب اعاره؟ اي بالاعاره. ما عندنا الا لاعب واحد اعاره بس. والباقيين كلهم عقود؟ كلهم عقود فقط. وبدر خراشي ايضا عقد اللي وقعتوا معاه؟ بدر عقد نعم. وبالنسبه لعقود اللاعبين، يعني في عقود لاعبين الان بتنتهي قربت الانتهاء؟ اي اكيد في لاعبين عندنا يعني دخلوا فتره 6 شهور والحمد لله يعني توفقنا احنا وياهم الى توقيع معهم لمده 2 ان شاء الله، وبيعلن هذا قريب جدا. يعني محتاجين دعم؟ سام؟ محتاجين فلوس يعني دعم؟ احنا محتاجين فلوس؟ اي يعني محتاجين عشان توقعون مع اللعيبه تجددون معهم؟ والله احنا دائما نحتاج فلوس يعني، لكن اذا ما طيب انا عشان بالواجب. عشان بسالك السؤال الثاني، في دعم من اعضاء الشرف؟ من اعضاء شرف نادي الرائد في دعم يجيكم؟ والله يجينا دعم، لكن يعني مو يعني الدعم اللي احنا صراحه يعني نتوقع من اعضاء شرف نادي الرائد، نتمنى ان شاء الله المزيد، ولكن الحمد لله فيهم الخير والبركه ويجينا دعم منهم. طيب انت استاذ فهد كرئيس نادي الرائد بكم دعموك اعضاء الشرف؟ والله ما اقدر اقول لك، انا ما اعرف كم دعمت انا عشان اسال كم دعموا، لكن الحمد لله يعني اعضاء الشرف بصراحه كلهم يعني متكفلين في حاجات، وان شاء الله اني اتمنى ان شاء الله انهم يوقفون مع النادي اكثر. طيب على مباراه بكره ابو بندر، مباراتكم مع الفتح. والله شوف مباراه بكره طبعا يعني الفتح فريق نحترمه نقدره ان شاء الله، وباذن الواحد احد ان شاء الله اننا بنقدم احنا وياهم مباراه كويسه. الشيء اللي نوعد فيه اننا يعني جهزنا انفسنا للمباراه، اللاعبين يعني عارفين المسؤوليه اللي عليهم ومشتغلين ان شاء الله لاجل الفوز، وباذن الواحد احد ان شاء الله ان الله يوفقنا ونحصل على 3 نقاط. الله يعطيك العافيه ابو بندر، مشكور على مداخلتك معنا في برنامج. شكرا لك. شكرا لك استاذ فهد مطوع رئيس نادي الرائد.